السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم واحد السر ديال الدجاج المحمر على الطريقة السوسية الأصلية. مهم ضميرة تجي معلكة واللون كيشهي حتى الدجاج يجي مذهب. الصراحة حنا غنشوفو شنو هو السر اللي يخلي الدجاج يجي بهاد الطريقة. المهم كما تشوفوا انا هنا غنحط العطرية. عندنا معلقة صغيرة د السكينجبير، معلقة صغيرة د الابزار، معلقة صغيرة د العطرية الدجاج، معلقة صغيرة داك بسيبيسة وقع قلة، وعندنا معلقة كبيرة د الخرقوم وشوية داك الملون الصطيناعي. المهم نخلطو كلشي كما تشوفوا. هنا عندنا الثومة الحامض مصير وشوية د الربيع. هو في الاصل ما يديروش فيه الربيع هكا، يديروا قزبر يابس، ولكن انا ما كانش عندي متوفر فدرت غير قزبر عادي، شويه القزبر ومعدنوس، طحنت كلشي صافي وحطيتهم في الطبسيل ونخلط. المهم نزيدو شويه د السمن حار، نص حامضه معصره، هاد الخليط. ايوا صافي وندمجو كلشي، ندمجو الخليط. المهم هنا ما درناش الملحه حيت كلشي مالح تقريبا، الدجاج مغسول بالملحه، السمن حار مالح، الحامض مسير مالح، المهم كلشي مالح. المهم هاد الطريقه هذه انا شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي وبغيت صراحه نجربها. انا دائما ندير الدجاج بضغميره البصله عاديه يعني كما عرفناها، ولكن دابا بغيت نجرب هاد الطريقه. صافي هنا خديت الدجاج وغنتكو بالموس باش المهم دخل منه فيه شرموله، ومن صافي فاش نحطوه في الطاوه يطيب ما نقيسوه ما حتى شي حاجه، نخليوه يطيب على خاطرو. صافي هنا شديتها تكيتها من جميع الجوانب. المهم الا كنتو اول مره غتشاهدوا الفيديو ديالي ولا شفتوا القناه ديالي فما تنساونيش من اشتراك ولايك وتعليق زوين خلينا نزيدو القدام. شكرا بزاف. المهم هذه المهمه الصراحه التصوير والمونتاج والله لا ما سهله، صعيب بزاف، فيها تماره الحق يتقال. المهم هنا خديت الدجاجه غنشرملها، ندخل فيها داك الشرموله مزيان. ونسيت اللي بغى يدير طامة البنة ولا، المهم انا ما درتهاش يعني، ما يبقى داكشي اختياري. المهم انا شرملتها مزيان، دخلت فيها الشرموله ونخليو هذا درتاح. المهم كانت باتت ليله كلها من الافضل تدخل فيها شرموله على خاطرها وداكشي راك عارفين. قد ما بقات في الشرموله تجي بنينه، انا ما كنت مزروبه فخليتها تقريبا شي ساعه ورديتها طيب. وكما تشوفوا الدجاجه راه مسكينه حالتها، كنت باغا نقطعها ولكن ملي تشهيت هاد الطريقه وشفتها قلت راه والله تنجربها ونشاركها معاكم. ايوا المهم هنايا من بعد ما جمعت الرجيلاتها، كان عندكم خيط المهم جمعوه بخيط صافي، وهرست لها داك الضليعات هذوك تما. ملي يتهرسوا داك الضلوع اللي كاينين تما الدجاج ما يتحلش في الطياب، يبقى صاين، ما تخافوش منه. فاش تساليوها بركوله على داك العظيمات اللي عندها فوق الفخيدات صافي بحال اللي تبقى مجموعه. او صافي هنايا جمعت تشوفوا نجمع رجيلاتها. وهانتوما معايا تنديروها الطيب، ردوها الطيب في الطنجره، نحطوها نزيدو عليها داك العطريه. المهم معلقه الدجاج كل دجاجه غنستعملوا لها معلقه صغيره العطريه، الابزار، السكينجبير. مهم وهذيك بسيبيسه وقع قله انا كثرت منها صراحه الله، تقريبا جايه المعلقه كبيره اللي درت. راه فاش تكون في الطيب في الدار تلقى واحد الريحه بحال طياب العراسات. انا درت الماء. المهم الدجاج نغطيوها غير النص فوق، نفوتو الصدر شويه كما شفتوا هانتوما في الفيديو، نفوتو غير شويه صافي ونردوها الطيب فوق نار تكون متوسطه، ماشي قليله ماشي مجهده بزاف. المهم تكون بين يعني ماشي مجهده. ايوا هانتوما معايا نديرها فوق البوطه، درتها طيب كما قلت لكم. هانتوما هنا من بعد ما طابت داك المريقه اختارت عليها، رجعت خاطره طابت في مريقه صافي. ما قربت لا ما حركتها ما حتى شي حاجه، كنت ندورها مره باش
باش ما تل... ها كما تشوفوا باش ما يتلصقش وصافي. هادشي اللي درت. كنت نهز مريقه نخويها عليها من الفوق باش تجي داخله فيها البنه. صافي نبقاو هكا تطيب. كندوروها من جميع النواحي. ايوا صافي هنا من بعد ما طابت انا غنحيدها. ها نتوما تشوفوا ما يتحل ما حتى شي حاجه. بقات الدجاجه صاينه هزيتها درت غير داك اليد المغرفه درتو وهزيتها به. ها نتوما كما تشوفوا مني حيدتها من مريقه. ها هي صاينه ما فيها يعني ما مهرسه ما مهبطه ما حتى شي حاجه من غير داك جلدة الصدر هذيك كان فيها المشكل من الاول. يعني انا كنت فاش غسلته قلت لكم انا ما كنتش عواله غنطيبها صاينه كنت غنقردها. ايوا صافي هنايا غنحطوها نخليوها تنشف شويه تبرد. ودوزت لهنايا خديت 2 بصيلات تما غنطحن مع الماء وغنزيدوهم على داك المريقه. هي في الاصل يدير وحده بصله وحده. انا درت 2 جات شويه. المهم انا على حساب ولادي يعني يبغيو داك الدغميره. اللي ما عندهش مشكل غير بصله وحده غتجي المريقه خاطره اكثر. وهنا درت 2. المهم انا طحنتهم وخديت هذيك المرقه راه صورت ولكن فاش بغيت نمونطي ما لقيتش المقطع اللي صفيت فيها المرقه. صفيت المرقه صافي ودرت ديتها طيب وعاد درت داك الكبيدات. ايوا الدجاج حمرته صراحه غير في هذا في الزيت ما بغيتش نديرو في الفران. شتي كيف يجي مذهب لونه غزال تبارك الله في زويته. هانتيما محلوله الدجاجه ما حتى شي حاجه وداك اللوين مذهب غزال. هذاك السر كله كاين في داك بسيبيسه وقاقله هي اللي تعطي هذا اللون للدجاج. صراحه الله انا جربت الدجاج بلا بسيبيسه وبلا قاقله ولكن ماشي بحال. ايوا كما تشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الدجاج المحمر ديالنا. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه حيت فعلا كيجي كيحمق ومختلف بسيبيسه وقاقله كما قلت لكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلايك وتشتركوا في قناتي باش تكبر العائله ديالنا. وخليوا لي رايكم في التعاليق واش كديروا الدجاج بهذه الطريقه ولا عندكم سر اخر. شكرا بزاف على المتابعه ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليتكم في امان الله.